هنا بمكتبة أقبلي بأدرار توجد المئات من المخطوطات التي يبلغ عمرها 300 سنة. كل شيء هنا يعبق برائحة التاريخ. عدد المخطوطات التي تحويها المكتبة اليوم بلغ عددها 500 مخطوط، حافظ عليها أفراد عائلة عقباوي بأقبلي وتوارثوها أبا عن جد. تحتوي على علوم عدة، كذلك علم في الفلك وعلم الرياضيات وعلم التاريخ والجغرافيا والعلوم الفقهية، علوم الدين وأصول الدين عموما، وعلم التاريخ وعلم الفلك كذلك. تضم المكتبة أزيد من 400 مخطوط. المكتبة تعد من أشهر وأبرز خزائن المخطوطات في أدرار، حيث زارها عديد الأدباء والعلماء لما تحويه من مخزون فكري وعلمي لا بأس به، فضلا عن تنوع العناوين. ونحن نعطي أهمية كبيرة للمحافظة على هذه التراث الذي هو بين أيدينا، الذي تركه لنا الأجداد. نتركه كذلك نحن بصلنا نتركه للأجيال القادمة لكي لا يظلمون أو يتهمون بالتقصير عدم المبالاة. المخطوطات الحمد لله يا رب العالمين خرجت من وضع كانت فيه سيء إلى وضع أحسن الحمد لله. واليوم إن شاء الله احنا عازمون على الاستمرار في المحافظة على هذا التراث وعلى هذا الورث اللي هو علمي، وإن شاء الله تنتفع به الأمة كاملة. ومرحبا بالزوار، يعني مرحبا بكل واحد قادر يستفيد من هذا الضخم العلمي، مرحبا به. خزانة أبي نعام بأقبلي وجهة للطلبة والباحثين، وذاكرة حقيقية لحفظ التاريخ.